السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة يوميات أم رودي. لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان كل ما ينزل فيديو جديد يجيلك إشعار بيه. بس النهاردة بقى معانا فيديو حلو قوي، هنعمل فيه غدا مع بعض كده حلو وسهل، وهنعمل كمان حاجة حلوة قوي هتعجبكم قوي إن شاء الله. بصوا هنا أنا عندي كيلو رز مغسول ومصفيه كويس من الميه وحطيته في الطاجن ماشي، وحطيت معلقتين سمنه بلدي، وهنا دي ايه معلقتين قشطه، دي قشطه بلدي القشطه بتاعت وش اللبن ماشي، وهنحط ملح. بس كده ده كله على الرز بعد ما غسلناه ماشي، وهنقلب ده كله كويس قوي. في ناس بتحط السمنه بعد ما تطلع الرز طاجن الرز من الفرن وتحطه كده عادي، دي تنفع كده وينفع كده، الطريقتين يعني حلوين. وهنا عندي مش كيلو، لأ كيلو إلا ربع كده لبن ماشي، يا دوب كنت لسه غالية وطفيت عليه. وممكن تحطيه بارد برضو، بس لما بيكون سخن بيخلي الرز يعني بيستوي بسرعة، مش بياخد وقت معاكي في الفرن، بيستوي معاكي على طول بسرعة أسرع. أنا عملته مرة كده ومرة كده، فأنا بقول لكم كده بينفع ازاي وكده يديكي نتيجة ازاي. المهم بعد ما حطينا مية، أنا بوريك أهو، لازم تحطي برضو مية سخنة. في ناس بتعمله باللبن بس، لأ لازم تحطي برضو ايه مية معاه، يعني مية مع اللبن. بس كده سهل خالص وبيبقى طعمه تحفة وجميل جدا. بس هنا بقى ايه، طبعا تكوني مولعة الفرن سخن، ولازم وتحطيه على من تحت كده في الفرن من تحت، الفرن يكون على اعلى حاجة ماشي. الفرن كنت مولعاه وكان سخن، وحطيته بقى ايه من تحت. وهنا الحلة دي مولعة، كنت بسلق لحمة وانا بسلق قولوا معايا فاصوليا بيضة، نفسي راحت لها كده قلت اعمل ايه فاصوليا بيضة. هنا ايه كانت استوت وطفيت عليها، وقلنا نعمل بقى ايه حبة الفاصوليا، نعمل الصلصة بتاعتها بقى. ما تنسوش اللايك واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش. بس دول كان عندي حبة مكرونة في التلاجة كده، قلت بدل ما تقعد ايه وتنشف وكده كده بيحبوها يعني، قلت جنب الاكل كده اجيبها. حطيت لهم عليها بقى حبة موتزاريلا كده، وقلت ايه احطها في الفرن بالمرة كده كده مولعة الفرن وحاطها في الطاجن، احط ايه حبة المكرونة دي. دي كانت مكرونة بصلصة زي يعني مكرونة بالموتزاريلا، بتبقى جميلة جدا. انا عاملاها ومصورة معاكم ومصورها فيديو ان شاء الله هينزل لكم. والله بتبقى حيرة يا جماعة، كل يوم الواحد بيبقى محتار يعمل أكل ايه غدا ايه مش عارفة ايه، بتبقى حيرة جامدة كل يوم الحيرة دي. بس هنا بقى ايه بعد ما الصلصة اتعملت، صلصة ايه البصلة اتحمر دبلت شوية واصفرت، نزلت حطيت لها حبة بابريكا، وبعدين بنزل عليها بالطماطم، بالقوطة اللي بضربها في الخلاط، القوطة اللي بعد ما ضربتها في الخلاط نزلت عليها واحط لها حبة ملح وحبة فلفل اسود. بس كده يا دوب تتسبك، هقضي عليها النار واروح حاطه لها الفاصوليا البيضة. بس بصوا هنا بقى انا نقلتها العين اللي جوه عشان العين اللي جوه صغيره، حسيت ان العين الكبيره دي هتلسع الايد بتاعه الحله، ودي لسه جديده حرام يعني لسه ما فرحتش بيها اول مره، اول يوم النهارده استعمل الطقم الجديد. بصوا هنا الطاجن الصراحه بسم الله ما شاء الله ما خدش وقت في الفرن على طول. بصوا لازم طبعا اطلعه كده اول واحده لازم ادوق كان طعمه جميل جدا. بصوا حتى باين الحفرة اللي انا عملتها. هنا اللي كانت اتسبكت بقى خلاص، والصلصة والفاصوليا واللحمة كمان كانت استوت، احط كده بقى ايه احلى لحظة دي الصراحة، ما الواحد يخلص الاكل ويحط بيغرف بقى الاكل كده. عايزة اقول لك رز المعمر كان جميل جدا ومفلفل كده وحلو والله العظيم، ولا معجن ولا اي حاجة. ناكل بقى الاكل كله كده بقى ونحط، طاجن الموتزاريلا كمان، المكرونه بالموتزاريلا اللي طلعته حطيته برضو جنب الاكل. يعني ايه بيبقى عند الواحد بواقي كده في التلاجة، لو حطيتها لوحديها مش هياكلوها، فقلت اعمل جنبها بقى ايه حبه فاصوليا وتاج رز معمر كده يعني. وكان عندي كمان حبه بطاطس، حطيتهم في الصينيه الصغيره ديت،
جنب الاكل برضو عادي بيحبوا الرز مع البطاطس. قلت لما يكون جنبها رز ايه هتتاكل مش هتقعد. ما تجروش الفيديو وما تطلعوش عشان هنعمل حاجة حلوة قوي هتعجبكم ان شاء الله. بس كده خلصنا بقى ايه، حطينا الاكل كله ورفنا وانا دي بقى الولاد يودوه. بصوا بقى بقول لكم بصوا مفلفل ازاي، دي الشوكه كمان مش معلقه. تعالوا كلوا تعالوا اتغدوا معانا. بس بسم الله ما شاء الله كده خلصتي بقى الاكل واتغدينا ويلا بينا بقى نعمل ايه حاجه حلوه. هتعملي يا مرودي عندك اي صينيه اي حاجه يعني، بس الافضل تكون زي كده بيركس زي كده وعندك بسكوت ساده اي نوع بسكوت ساده وترصيه في الصينيه زي كده. تمام، البسكوت ساده مش حطاله لبن ولا حطاله اي حاجه، بسكوت رصيه في الصينيه زي كده، بسكوت ميري اي نوع بسكوت. وهنا عندي كيلو لبن حطيت له نشا 3 معالق نشا كبار، وحطيت سكر وحطيت باكو فانيليا، ودوبت كل ده على البارد قدامكم ماشي. وحطيته على النار، اول ما تقل معانا طفيت عليه وهننزل بيه على الايه على البسكوت وهو سخن كده. بس كده مهلبية يعني يا جماعة كلنا بنعرف طبعا نعمل ايه المهلبية ماشي. انت لو هتعملي صينية صغيرة هتعملي نص كيلو لبن بس وهتعملي عليها المكونات دي. المهم سيبناه بقى لما ايه لما المهلبية بردت خالص وتمسك كده نفسها عشان لما نيجي نحط الطبقة التانية فوقيها ايه ما تبقى ما تنزلش لتحت. وعندي هنا 2 باكو جيلي هحط لها كل باكو بياخد له مية كوبايتين مية مغلية ماشي. فضيت الكوبايتين كوبايتين كوبايتين ايه اللهم صل على النبي، 2 باكل جيلي في الشفشق هنا وحطيت عليهم المية وسبته ايه لما يبرد خالص. والمهلبية هنا كانت بردت معانا خالص ومسكت كده، حتى بصوا لما بحط الرمان قدامك اهو ما نزلش تحت ولا حاجة عشان انا سبت المهلبية لما بردت خالص، والجيلي برضو سبته لما برد، الاتنين بردوا مع بعض. وهننزل بقى بالرمان. طبعا الرمان موجود دلوقتي ورخيص يعني مش غالي، وفي نفس الوقت تعملي حاجة حلوة تعجب الولاد، وحلو قوي لو جايلك ضيوف وعملتيه جميل جدا الصراحة. شكله حلو كده ويفتح النفس وطعمه تحفة والله. انا اول مرة اعمله الصراحة بالطريقة دي، يعني ولادي بفصصوا وعملوا عصير مش عارفه ايه مش بياكلوه قوي، لكن لما عملته بالطريقة دي كان جميل جدا وعجبهم الصراحة. واحلى حاجة ان انتي مش بتحسي بطعم البذر بتاع الرمان كده فيها، لا لا بيدوب كده في الجيلي بيبقى طعمه جميل جدا. بس هنا هننزل بقى بالجيلي واحدة واحدة خالص عشان ايه ما يبقى شكله حلو ومتماسك كده. واحدة واحدة بصوا بنزل على ظهر المعلقة واحدة واحدة خالص كده زي ما انتوا شايفينه قدامكم. بس كده بقى هسيبه بقى لما تهدى وهحطه في التلاجة. والاحسن والافضل تسيبيه في التلاجة لتاني يوم. انا الصراحة عملت كده هنا كان تاني يوم والله الصبح قبل ما انزل قلت لا لازم اعملها واشوفها. بصوا الطبقات بتاعتها جميلة جدا ابيض واحمر اهلي وزمالك. يلا بقى يا رب يكون الفيديو عجبكم وما تنسوش اللايك واشتراك في القناة. بصوا بقى هنا ايه نطلعها بقى ونقطعها كده بالنص ونوريها لكم. بس زي ما قلت لكم يفضل ان انت تسيبيها في التلاجة لتاني يوم عشان ايه تبقى متماسكة كده وحلوة، عشان الجيلي يمسك الطبقات كلها تمسك في بعضها وتطلعيها الحتة بحتتها كده خرطة كده سليمة. اعمليها والله العظيم هتعجبكم جدا. والبسكوت ممكن ان انت تعمليه في الكبة بس الاحسن سليم كده. الاحسن لما عملته كده الصراحة كان جميل حلو. بصوا هنا بقى واو يلا لايك بقى للحاجة الحلوة دي، لايك عايزة لايك كبير قوي. بصوا
بصوا جميلة ازاي، حلوة قوي. الطبقات كلها مع بعض تحفة وجميلة جدا. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، وما تنسوش لايك واشتراك في القناة، ومعلش ما تزعلش مني لو بتأخر عليكم في الفيديوهات، والله العظيم غصب عني، معلش. ادعوا لي كده ربنا يكرمني يا رب ويوفقني ويصلح الحال يا رب. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.